إذن قلت الموضوع الذي سأساهم فيه في إطار النقاش حول هذا الموضوع هو الكرامة الإدارية للمواطنين السجناء في صلب الخطاب الملكي السامي. يعني في حضرات السيدات والسادة أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من محطة قد أشار في رسائل جد قوية سواء في إطار الملكي أو في إطار الرسائل الموجهة للمعتمرين أو في إطار الرسائل الموجهة للمعنيين اللقاءات رفيعة المستوى. فكان هناك سياق أولا لهذه الخطابات. حينما أتحدث عن السياق أستحضر أول زيارة قام به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى مركز الإصلاح والتهذيب دار البيضاء. كان بذلك رفقة سيدة أعطت الكثير وكانت تحمل على عاتقها وتتعب من أجل النهوض وحماية حقوق نزلاء المؤسسات السجنية وكذلك التحديثات المتواجدين في مراكز حماية الطفولة والمتواجدين بمراكز الإصلاح والتهذيب والأجنحة المتواجدة بالمؤسسات السجنية. وهي رحمها الله في هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويسكنها مثواه. هي الأستاذة أسيا الوليد. فكانت لها الفرصة في أن تحدد صاحب الجلالة نصره الله على أن يقوم بزيارة وتطلب منه وتلتمس منه حفظه الله بأن يقوم بزيارة لمراكز الإصلاح والتهذيب المتواجدين بها أحداث يقل سنهم عن 18 سنة، انطلاقا من انشغالها بقضايا الطفولة وقضايا الأحداث المتواجدين خلف الغالب. تأسيسها في هذا التوجه لربما له شرعيته وله شرعيته. شرعيته تتأسس انطلاقا من قانون المسطرة الجنائية خصوصا الفصل 473 منه، والذي ينص صراحة في الفقرة الأولى على أنه لا يمكن إيداع الأحداث داخل المؤسسات السجنية البالغين من العمر أقل من 12 سنة كيفما كانت طبيعة الفعل الجرمي، بمعنى أنه أي قاضي أحيل عليه الحدث أو طفل ما دون سن 12 سنة كيفما كانت الظروف وكيفما كان الفعل لا يمكن إيداعه لمراكز الاحتجاز أو مراكز الاعتقال. ثم نصف الفقرة الثانية يركز على فئة عمرية على خلاف الفئة التي تحدثت عنها وهي الفئة دون سن تمييز ما أقل من 12 سنة، وهي فئة الأطفال الذين هم لديهم نقصان مسؤولية، أي ما بين سن 12 سنة وما بين سن 18 سنة. هنا المشرع انتقل من صفة المنع بالإيداع إلى صفة الاستثناء إلا إذا تعذر اتخاذ أي تدبير من تدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي كان صريح النص في المسطرة الجنائية ينص فيه المشرع على أنه الأحداث البالغين من العمر ما بين 12 سنة إلى 18 سنة لا يمكن إيداعهم داخل المؤسسات السجنية أو بمراكز الإصلاح والتهذيب كيفما كانت طبيعة الفعل الجرمي، إلا حال استثناء استحال اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. حينما نحاول أن نعرج على هذه المقتضيات سنجد بأنه المشرع يقصد في أول توجه له مقتضيات يعني المواد 471 ويتحدث عن التسليم في إطار الحراسة المؤقتة، ثم تدابير الحماية والتدريب في إطار مجموعة من التدابير ديال الحماية والتدريب المنصوص عليها في الفصل 481 من قانون المسطرة الجنائية، ثم تدابير أخرى أتاحها كالحراسة الحرية بالحروسة وغيرها من التدابير التي أشار إليها المشرع المغربي ضمن مقتضيات قانون الشكل. هذا الهاجس وهذا الهم كان دافعا لهذه السيدة بأن تلتمس من صاحب الجلالة بأن يقوم بهذه الزيارة. ولما في الفعل قام صاحب الجلالة نصره الله لزيارة مركز الإصلاح والتهذيب بدار البيضاء أثاره تواجد مجموعة من الأطفال على اختلاف وضعيتهم، ليس فقط الذين ارتكبوا أفعالا جرمية ولكن من يوجدون أيضا في وضعية صعبة. وهذا الأمر لربما خلق نوعا من التساؤل لدى صاحب الجلالة
وقال لهم هؤلاء الأطفال ماذا يفعلون هنا في هذه العبارة. فكانت له صاحب الجلالة نصره الله كانت له إرادة ملكية قوية كعادته، هو أن يعطي تعليماته بأن يؤسس مؤسسة يترأسها هو بشكل فعلي وليس بشكل شرفي، بشكل فعلي اسمها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المعروفة لدى الكل، ولكن في الأصل هكذا اسمها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج المعتقلين ونزلاء مراكز حماية الطفولة. هكذا صدرت في إطار التأسيس، وهكذا صدرت في الجريدة الرسمية سنة 2002. وبالتالي أسس أعضاء، لأن الكل يعرف بأنها مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج هكذا، ولكن الأصل التسمية كما أسست هي مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء كما هو منشور في الجريدة الرسمية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج المعتقلين ونزلاء مراكز حماية الطفولة. بعد تأسيسه مباشرة لهذه المؤسسة وترأس أعضاء مجلسها الإداري، أعطى كذلك وجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح السنة القضائية سنة 2003، انتقل من تحديد البنيوي التأسيس البنيوي إلى التوجه برسالة إلى القضاء. جاء في خطابه: إنما نريه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الأدمية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للبلد. انتهى مقتطف من خطاب صاحب الجلالة. فحضرات السيدات والسادة، من خلال محاولة القراءة في هذا الخطاب الملك السامي سنجد بأن صاحب الجلالة يوجه رسالة واضحة بأن الأشخاص الذين ارتكبوا فعلا من الأفعال كيفما كان هذا الفعل وتم إيداعهم داخل هذه المؤسسات وتم إخضاعهم لإجراءات المحاكمة الجنائية منذ انطلاقها إلى غاية صدور حكم بات حائز لقوة شيء مقضي به، فإن سلب الحرية لا يعني سلب الحقوق الطبيعية. هذا التوجه كان سنة 2003. وصلنا إلى الوثيقة الدستورية سنة 2011 ليأتي المشرع يكرس خطاب صاحب الجلالة في نص صريح ولأول مرة في مجموعة من التعديلات على مستوى الدساتير المغربية في الفصل 23 خصوصا في الفقرة الخامسة. ماذا قال المشرع؟ أتى بنص فريد: لكل معتقل الحق في التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن يستفيد من برامج تكوين وإعادة الإدماج. في قراءتنا لهذا الفصل نجد على أساس أن هناك توجهين لدى المشرع: توجه بصيغة الوجوب وتوجه بصيغة الاختيار. بالتالي قراءة القاعدة القانونية لا نقرأها يعني هكذا على عوائلنا، ولكن يجب أن نتفحص كل العبارات وكل الحروف وكل الحركات التي أوردها المشرع حتى نستبصر ماذا يقصد المشرع. حينما تحدث عن الحقوق الأساسية أعطى الحق بشكل مطلق لكل شخص الحق في التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية ليمونيزاسيون ديال الميليو كارسيرال. حق في الصحة، حق في النوم، حق في الراحة، حق في الدعم الروحي، الحق في الأنشطة والبرامج، حق في التكوين، حق في التعليم وغيرها من الحقوق التي أوردها المشرع المغربي في هذا السياق. قانون 23/98 والمنظومة التطبيقية اللي اليوم هو قيد المراجعة. ثم أتى في مسألة الإدماج ليطبق لنا مبدأ قائم في القانون. ماذا؟ وحتى على مستوى تشريعا وقضاء وتنفيذا. ماذا؟ هو التفريد التشريعي والتفريد القضائي والتفريد التنفيذي في المعاملة. وبالتالي جميع الأشخاص المعتقلين لا يمكن أن تعاملهم معاملة سيان، وبالتالي يجب أن تكون هناك تفريد من طرف المشرع في تحديد الحدين العقوبة وفي وضع شروط من ظروف التخفيف وظروف التشديد، وكذلك حتى على مستوى منح القاضي سلطة تقديرية في تفريد هذا الجزاء. لننطلق إلى بعد ذلك حتى على مستوى المعاملة وضع مجموعة من المقتضيات القانونية التي تكرس لنا مبدأ التفريد في المعاملة. لا يمكن أن أعامل الراشد مثل القصير، ولا يمكن أن أعامل الذكر مثل الأنثى، لأن للمرأة مجموعة من الخصوصيات
وهنا أطرح سؤال في إطار التفاعل. شكرا. وهنا أطرح سؤال في إطار التفاعل فيما يتعلق بإيداع الفتيات القصيرات داخل المؤسسات السجنية. إذا كان المشرع قد أشار في آخر فقرة من المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية بأنه إذا تم أن أودع حدث من طرف قاضي الأحداث فيجب أن يكون في جناح خاص، وبالتالي هذا الجناح الخاص ربما الصيغة التشريعية تقصد الجنسين، ولكن واقع الممارسة والبنية التحتية تفرض بأن هناك قلة من المعتقلات المتواجدة على الاعتقال، وبالتالي حينما يتم الإيداع المعتقلات القصيرات لا يتم احترام هذا النوع من التوزيع. وهذه مدخل من المداخل الأساسية التي يمكن أن نترافع عنها لبنان والأسئلة اللي كنشتغلوا في مجال حماية الطفولة، اللي ممكن أننا نلقوا كيفاش يمكن أن يتم الاحترام ديال هذا النص القانوني على مستوى نزيل على مستوى التنفيذ. كان هناك أيضا مسألة جد مهمة في محطات أخرى، وهو أن صاحب الجلالة قد دعا بعد هذا الخطاب الملكي الثاني سنة 2003 سنة 2009 تحدث في خطاب ملكي: وقد أخذنا بمنهجية التشاورية والإدماجية لضرورة إصلاح جوهري لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد بعمقه وشموليته لنظام العدالة، وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، فيه تكريس لمبدأ الكرامة في إطار المساواة. ثم ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملائمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومواكبتها للتطورات وإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات السجنية الإصلاحية. وبالموازاة مع ذلك يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة. إلى يومنا هذا قد وصلنا إلى المراجعة الشاملة للقانون الجنائي منذ سنة 2009 توجيه الملك الخطابي سنة 2009. اليوم نحن في ورش إصلاح قانون جنائي، ورش مفتوح للمراجعة الشاملة للقانون المسطرة الجنائية، ورش مفتوح القانون 1023 ديال قانون السجون، ورش مفتوح في القانون 43 مشروع القانون ديال 43 22 المتعلق بالعقوبات البديله، ثم مساله المقصد الوطني للاجرام. شكرا. المقصد الوطني للاجرام صاحب الجلاله حينما دعا الى تاسيسه على تاسيسه وفقا لما هو يعني كما هو مؤسس عليه في مجموعه من التجارب الدوليه. اليوم مطرحنا كان كبيرا جدا في مجموعة من مؤتمر مراكش، الدار البيضاء، الرباط، كالنقاشات في هذا الموضوع على أساس أن المقصد حينما يتم إحداثه أن تكون هناك مؤسسة مستقلة. ولكن ربما قد أقول بأن المبادرة محمودة لغياب المرصد الوطني للإجرام. بدأت وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية في إحداثه كالقسم، ولكن توجه صاحب الجلالة كان مطرحه كبير. إذا أقول بأنه محمود اللهم أن نبدأ في قسم ونشتغل وأن لا نبقى متعثرين، وغير محمود هو أنه لا يرقى إلى مستوى طموحات صاحب الجلالة. إذا هذا التوجه على مستوى الجريمة هناك صعوبة في الضبط ديال الإحصائيات. الإحصائيات الواردة المندوبية العامة لإدارة السجون وهي التي يؤخذ منها العديد من المؤسسات والباحثين، وأنا أقول بأن هذا لا يعطينا تصورا حول الجريمة، لا يعطينا تصورا واضحا حول الجريمة. كيف؟ لأن الجريمة المرتكبة ليس لدينا رقمها الحقيقي داخل أسوار السجن، لأن هناك أشخاص الذين أطلق سراحهم في سراح مؤقت، هناك من هم في إيقاف التنفيذ، وهناك من لديهم عدم المتابعة وسير الدعوة العمومية، إيقاف سير الدعوة العمومية وغيرها من الإجراءات، ناهيك عن الأرقام السوداء والأرقام الترابضية التي لم تصل إلى علم النيابة العامة. وبالتالي الدائرة الإجرامية لا يمكن حصرها رقميا انطلاقا من الإحصائيات الواردة لدى المؤسسات السجنية، إلا إذا أردنا أن نقول من هو معتقل أو من السجناء أو المعتقلين. هذه هي الإحصائيات التي يمكن أن نتحدث عنها. كذلك القضاء، الأرقام التي لدى القضاء هي أرقام ديال القضايا الرائجة والقضايا الحكومة.
وبالتالي إذا قارنا ما بين القضايا الرائجة والقضايا المحكومة داخل هذه المحاكم لا يمكن أن نقولها أنها كما هي في مقابع السجون، وليس هي نفس الإحصائيات لدى ضباط الشرطة القضائية في مقابر الشرطة حينما نتحدث عن الحراسة المؤقتة، يعني مدة الحراسة النظرية، وأن نتحدث عن يعني في إطار أنزلت حتى المصطلح التشريعي يجب أن يؤنسن صراحة. حتى نتحدث اليوم عن الكرامة، المشرع يجب أن يؤنسن المصطلحات حينما يتحدث مثلا عن الحدث الجارح بلغة عامة واردة، يتحدث عن الحدث الجارح، هل كل شخص معتقل هو بالفعل لديه نزعة إجرامية؟ سؤال قد يثيرنا في إطار النقاش. وبالتالي هذا الأمر نحن نتحدث عن قرينة البراءة. إذا قرينة البراءة يجب أن تمتد بجذورها حتى على مستوى التسمية وحتى على مستوى المصطلحات. ومبدأ قرينة البراءة في إطار التمكين من الحقوق وحفظ الكرامة يجب أن نناقشها أيضا من زاوية أخرى. أنا لما أتهم بتهمة ما أنا أبحث عن براءتي، إذا أنا لست بريئا حتى تثبت إدانتي، ولكن أنا مدان حتى أثبت أنا براءتي قراءة بالمفهوم القصدي للنص. لأن أنا أقول بأن إذا كان العيب الإثبات علي أنا كمتهم، إذا أنا مدان، أنا موجهة إلي تهمة، ولكن إذا كنت أنا بريئا كما ورد في قرينة البراءة يجب أن أبقى بريئا إلى أن يثبت من أدانني بأنني مدان. أحترم الوقت المخصص لي حضرات السيدات والسادة، وأعطي مسألة إضافية لأنه وصلت الوقت المخصص لي. مسألة إضافية، هناك خطاب ملكي كان في إطار كان في خطاب صاحب الجلالة في إطار برنامج المصالحة مكافحة قضايا التطرف والإرهاب، موضوع خارج سجناء من صنف آخر. على إثرها تم إحداث برنامج جد مهم يتعلق بالمسؤولية ببرنامج المصالحة. وهذا برنامج المصالحة تشتغل فيه المؤسسات القضائية، رئاسة النيابة العامة، مجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشتغل فيه كذلك وزارة العدل، تشتغل فيه المديرية العامة لإدارة السجون وإدارة المال، مؤسسة محمد السادس لإدارة السجناء، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرتكز على 4 توجهات. أنا أعطي هذه التوجيهات وأقف عند هذا الحد تكون لدينا المناقشة فيما بعد، وهو الجانب المرتبط بالتصالح مع فهم الصحفي المصري، التصالح مع الذات والتصالح مع المجتمع، احترام القانون، ثم الرغبة في الاندماج الاجتماعي. تطرح مسائل أخرى في إطار الكرامة وهي مسألة جد مهمة. حينما نتحدث عن إعادة الإدماج، وإعادة الإدماج فيها سؤال: هل الشخص كان مدمجا حتى أتحدث عن إعادة إدماجه؟ أم أن الشخص لم يكن مدمج فأتحدث عن الإدماج مباشرة؟ أو أتحدث عن الاندماج حينما يكون لديه مقومات في إطار المصطلح؟ مسألة ما يطرح هي المسألة ديال الوصم الاجتماعي بالنسبة للمفرجعين، ومسألة ديال تعقيد المصادر فيما يتعلق سواء على مستوى الإجراءات المرتبطة برد الاعتبار. وهنا أنا أقول بأن هناك لدينا وصم اجتماعي، لأن المعني بالأمر أنا أعتبر المدة التي يكون فيها رد الاعتبار مدة رد الاعتبار القضائي 3 سنوات أو 2 سنين في القضايا الجنائية وهذا، و5 سنوات في القضايا الجنائية، ثم مدة طويلة 15 20 سنة فيما يتعلق بحكم القانون، بالاعتبار بحكم القانون. أنا أنفذ العقوبة المحكوم علي بها وأنتظر إذا أراد أستفيد من رد الاعتبار بحكم القانون أنتظر 15 سنة. وإذا أردت أن أحصل على رد الاعتبار بناء على طلب مني لدى القضاء يجب أن أنتظر في القضايا الجنائية 3 سنوات، وفي القضايا الجنائية 5 سنوات، في الجنحة التأديبية 2 سنين، وفي الغرامة 1 سنة. جيد؟ أنا أعتبرها بأنها عقوبة إضافية غير عادلة، وأنتهي عند هذا الحد. وأقول بأن إذا كان هناك مكرس وصم اجتماعي بالنسبة للمفرج عنه، فأقول بأن المشرع المغربي ما دام لم يتدخل فإنه يكرس وصما قانونيا.